ليه؟ لا يجوز. لا يجوز. ما دام عندي ثانية واحدة بس يا دكتور عشان في خطأ تاني حصل. أنا عندي عقوبات، آخر عقوبة كان لسه إسقاط العضوية. عشان أسقط عضوية واحد يبقى لازم الآتي أهو 379 عشان المجلس يسقط عضوية أي حد لازم يرتكب جريمة من الاثنين: تهديد السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل من أعمال أو ابتداء عمل يد اختصاصه. يعني الراجل ده عشان يسقط عضويته لازم يكون مهدد رئيس الجمهورية. اثنين، استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجان. لا في عنف ولا في تهديد رئيس الجمهورية. دول الجريمتين اللي انا بسقط بيهم القضيه طبقا للائحه. هو الماده 110 من الدستور. الماده 110 اللي هو فقد الثقه والاعتبار. تمام. ده نص دستوري كبير بيرجع تاني اللائحه الخاصه بي انا اللي انا بتحاكمني. عشان اسقط العضويه عن عضو مجلس نواب لازم الاثنين دول. ودي الكلمه اللي احنا طلبنا نقولها مع استهجاني للي عمله. ولازم يعتذر شعب مصر. دخلوا بقى مع المستشار في حاله اسقاط تصويت المجلس على اسقاط العضويه هيكون الموقف القانوني ايه؟ خلاص المجلس المجلس هيتم اسقاط العضويه. طب حضرتك مش هيكون مخالف للبنود اللائحه اللي حضرتك لسه عارفها دلوقتي يا ممدوح؟ ما انا بقول لك اهو اسقاط العضويه مخالف للائحه دي. عشان بس دلوقتي انا عندي عقوبه الاعدام للي قتل. تمام. طب اللي سرق، واحد سرق اديله اعدام ولا انا مرتبط بالجريمه؟ لازم تهديد السيد رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب وثاني عشان ما تفهمش غلط. انا لو منه كنت حطيت له سم فران للسفير الاسرائيلي كان مات ساعتها. وانا ضد كل المتاجرات دي. وعايز اقول ثانيه واحده: الذكر يقدم طلب للسيد رئيس الجمهوريه بالغاء كامب ديفيد. انا بقى هقدم له طلب بالغاء كامب ديفيد لسبب بسيط جدا. انا بقول بقى دي اتفاقيه العار. دي اسمها اتفاقيه العار. توفيق جوه بيته. اذا كان في تسجيل جوه بيته انا لا امل على نفسي بيتي. لان عشان تسجل واحد في بيته لازم تاخد اذن النيابه العامه او اذن من القاضي. من يعتد بيك. مش قضيه يعتد ولا ما يعتدش. القضيه انت بتسجل بناء عنده حصانه جوه بيته. امال